مساكم الله بالخير وحياكم الله بداية حلقة جديدة من برنامجكم أكشن مع وليد. أضحك ليش؟ أضحك على رسالة شفتها الحين في الهاشتاج، تونا نقول بسم الله في الحلقة. يقول المشاهد: النصر لا صار متصدر تبكي عيون الأكشنية. النصر لا صار متصدر تبكي عيون الأكشنية. لا والله مو أنا أبكي، بس الحقيقة النصر والله ما له حل، ما له حل. يواصل النصر الأهداف اللي في الثواني الأخيرة. أنتم تعرفون اليوم كم واحد قاعد يتمنى النصر يخسر؟ عد عندك: الأهلاوية والهلاليين والقدساويين، الثلاثة ذولي كلهم ينتظرون النصر. ها طاح 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 طاح، لا لا، مع كل هجمة. اليوم كان هو أكثر نادي عنده حضور، عنده شعبية. اليوم 3-4 البلد يشجعونه. طيب ينتظرون النصر يتعثر. شوف النصر مشكلته وشو؟ يعطيك أمل ويرفع الأمل ويخليك تتفائل، ويجي في آخر دقيقة يعطيك إياها طاع إلا ما تسمع إلا يا والله. يا في ناس طليت كذا عليهم وهم يشوفون المباراة، كانت وجوههم تقلبت، تقلبت وجوههم. هذا النصر والله يا أخي. أما هذا سيمكان أطلق طلقة دخلت إلى القلوب، عورت قلوب. هاني داود مبروك ما جاك. الله يبارك فيك. الحمد لله، فوز جميل، مباراة صعبة، لكن الحمد لله الأهم ال3 نقاط. ومثل هذه المباريات تعطيك روح للبطولة. بس اليوم كان الناس تنتظر كثير، يعني كان الناس كثير شجعون اليوم. أكيد 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 أمام النصر فيه الكثار راح يشجعون نيوم، وعشاق لنيوم أصبحوا، لكن فركشهم سيمكان. طيب السؤال اللي يطرح نفسه سؤال يعني غير بريء: متى بيخسر النصر يعني؟ إذا افتك منك أبو بدر. لا تصير شرير يا أخي. أنا رجل متوقع للنصر بطولة الدوري. اجحدوها عاد، ترى أنا متوقع للنصر بطولة الدوري من أول جولة. والله شوف، أنا أشوف النصر اليوم من أكثر المباريات اللي كان فيها روح وقتالية، حتى شفناها على اللعيبة. وفي ميزة ثانية كانت في النصر: الثبات الانفعالي عند اللعيبة بشكل كامل إلى آخر دقيقة. يعني صحيح أنهم واجهوا ضغوط كبيرة من بداية الشوط الأول من بعض القرارات التحكيمية التي يرون لعيبة النصر أن فيها إجحاف. بصراحة أنا كنت أتمنى أن خالد الطريس يقدم مستوى أفضل من النصر وأفضل من النيوم. هو يعني لأنه يعتبر هو من اللي زعلان؟ يعني اللي زعلان على مستوى التحكيم اليوم، النصراويين ولا حقين النيوم؟ لأن النيوم اللي يقولوا لك في حالة يعني كانت لا 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 لا. شوف، النصراويين وأهل نيوم، لكنه أخطاء على الفريقين، لكنها قرارات صراحة أنا أشوفها أنها اللي يضيق الصدر. أنا أشوف بعض القرارات بدائية، يعني ما كانت المفترض أنها تصدر من طاقم تحكيمي هو المرشح لنا في كأس العالم. قرارات عكسية، قرارات لم تتخذ بشكل كامل. يعني لا، ممكن أخطاء لم يتخذ فيها قرارات إدارية. أنا أعتقد أنه اليوم يعني مهي أفضل مباريات الكابتن خالد الطريس. العصيمي، جلال العصيمي يقول: ألف مبروك للعالمي، وليد اشفي عيونك حمراء خلها صفرة، ترى العالمي فايز. يعني شنو أنا مشجعين نادي الوحدة تصير حمراء؟ شلون حمراء ذي؟ طيب ألف مبروك يا أخوي. أحمد يقول: إحقاقا للحق، من أهدى نتيجة مباراة النصر اليوم وحولها فوز للنصر هو حكم المباراة وحكم الفار، ولن أشرح ماذا حدث، فعندك خبراء سيتكلمون. أبو فهد يتكلمون عن أن المفروض كابتن محمد فودة يقولون كان المفروض الحكم تغاضى عن طرد بروزوفيتش. وش القصة هاي؟ صحيح يا ابو بدر. انا عندي حاجتين. رحت للثانيه ما رحت للاولى. لا كلها بنجيبها، لا تخاف هاني، ما احنا تاركين شيء. لا بالترتيب، بالتسلسل. تفضل يا ابو فهد. لا ابو فهد ما عليك بالله، عطنا بس هذه خلينا نتكلم عليها بعدين نجي بالحالات عقبه على طول.
قد يلعب عليك هاني عندي الداود. حالتين. يا ابو بدر عندي يا حالتين. ابو بدر الناس مو ناقصه. طيب خلاص يسلم يا راسك. استاذ هاني، يا استاذ هاني، مبروك عليك ان شاء الله، بس خلينا نتكلم شويه في التحكيم. ها تفضل ابو فهد. عندي واحده في الدقيقه 41 أي. لاعب نيوم حجي حصل على بطاقه صفراء في الدقيقه 22 وارتكب مخالفه في الدقيقه 41 كانت تستحق بطاقه صفراء. نعم لعب الكره لكن دخوله كان بتهور، هنا كان يستحق بطاقه صفراء وهو المخالفه عكسيه، فبالتالي كان مفترض انه يطرد حجي في الدقيقه 41 من الشوط الاول. نجي للحاله حقت بروزوفيتش ارتكب مخالفه في الدقيقه 26 حصل على بطاقه صفراء. في الدقيقه 51 ارتكب مخالفه، احتسب المخالفه، لكن هنا بالنسبه للدقيقه 26 هنا بالدقيقه 51 ارتكب مخالفه اخرى ايضا كانت تستوجب بطاقه صفراء للمهاجمه بتهور على قدم المنافس. طب هذه الاخيره ابو فهد شلون مرت ذي؟ يعني خاصه انها واضحه يعني. تقدير حكم، لكن اقول انه ما هو. لا اوكي، الدخول في الالعاب المشتركه انا اعرف انه يكون تقييم الحكم، بس هذه فيها دعس يعني واضح. يعني الفار مهاجمه نعم ايه؟ تستحق بطاقه صفراء الثانيه للاعب نادي النصر اللي هو بروزوفيتش في الدقيقه 51. اذا عندي حالتين طرد، دقيقه 41 اللاعب نيوم حجي وفي الدقيقه 51 لبروزوفيتش من النصر. طيب خلينا قبل ما بس ترى الخطا الاول اللي على بروزوفيتش ترى ما يستحق كرت اصفر. طيب هذه بنناقشها، لما تجي الفقره التحكيميه ابو فهد او استاذ هاني.